عارفه الحله البريستو، حله الضغط دي، ايه اللي بيخلي الحله بتسوي اسرع من الحله العاديه؟ عشان مكبوته بالظبط، ما غليان، بتنفس. غليان رهيب حاصل جوه، اضعاف الغليان اللي بيحصل في الحله العاديه. وده اللي بيحصل لما انا مش بعبر عن الغضب بتاعي، بكتمه جوايا، فبياكلني انا، بيخليني انا غضبانه جامد قوي قوي قوي، جوايا غليان جامد جدا مش متعبر عنه، هينفجر وانا مش واخده بالي في اي حد باي طريقه. ما هو نعبر دي بقى هي صعبه قوي. اي ما احنا هنعبر ازاي؟ انا يعني اعبر ازاي؟ انت قلتي انه الغضب وفرق بينه وبين الزعيق. انا اصلا مش فاهمه يعني ايه اعبر، اصلا مفيش وقت اعبر ايه؟ انا عايزه خلصوني، ما عنديش وقت واقف، مين هيسمع اصلا؟ انا اصلا ساعات مش ببقى عارفه ايه اللي بيحصل جوه، يعني ايه حاجات كتيره بتجري ورا بعض. انت نفسك مهمه، الزحمه اللي حاصله جواكي ده والصراع الكبير اللي حاصل جوه، في حاجه مضايقاني ضغطاني وانا مش عارفه اتعامل معاها ازاي، ولازم اكمل شغل. انا مش لاحقه اعرف هي ايه، مش لاحقه، فبزعق بس. فانا اصلا ازاي اجيبها منين؟ انت مثلا ما هو ممكن يبقى جوزك معاكي في البيت يشيل معاكي، مش دايما يقولك انتوا 2 شركاء في البيت فهتشيلوا بعض، بس هيجي يقولك في الاخر انا مشغول، فده مسؤوليتك. لا، ما انا ممكن اتعصب زياده لو انا قاعده بلف وهو ماسك ريموت التلفزيون بيقلب. هو بيريح من الشغل، يعمل ايه الراجل؟ لا تريح ايه؟ طب ما انا نزلت واشتغلت، انا محتاجه اريح برضه، ورحت وديت مدارس ورحت صح. شغل وجيت وطبخت وجيت وغسلت. طبعا الحياه مشاركه، من حقك تطلبي. الغضب مهم، عشان كده انا من حقي وقتها اقول له على فكره انا تعبت ومكمله، ورانا كذا لازم يتعمل، تقدر تساعدني في ايه في دول؟ احيانا الرجاله مش بيعرفوا غير لو قلنا لهم بطريقه مباشره، بس دي طريقه لطيفه قوي في وسط الغضب، ما بيطلعش كده. بتطلع بقى وانت هتفضل قاعد لي كده، هو ما فيش حد بيحس بيا، هو ما فيش حد قادر يشوف انا تعبانه عشانكم قد ايه، انتوا كلكم مش حاسين وندخل بقى في السلسله. بيحصل ايه بقى؟ توصل بقى في الاخر لما بننفجر كده بيحصل ايه؟ بنتخانق، هو البيت كله بيقوم بننسى المشكله اصلا الاساسيه، بس بنقعد بقى خلاص ما حلناش المشكله. ازعلك، لا المشكله بتبقى فيه بالعكس، احنا زودنا مشكله تانية عليه. بالظبط، فانا غضبانه واتخانقنا ونكدنا على بعض، وبزعل في الاخر انه انا عملنا ده كله ومفيش حاجه اتصلحت، ده بالعكس. فانا دلوقتي عندنا حاجتين، عندنا ان انا لما بغضب بزعق، فانا بقلب الدنيا وبهين الناس اللي حواليا، بهين جوزي، بهين عيالي، بعملها باي طريقه مؤذيه لحد تاني وانا بندم بعدها. فدي طريقه، يبقى دي بالطريقه مش صحيه اتعامل بيها مع الغضب. الطريقه التانيه بتاعه حله الضغط، اللي هي انا بكتم جوايا عشان مش قادره اعبر، ده هقع من طولي كده، فبطلعها لا ممكن يجيلي امراض، يجيلي ضغط، سكر، انا ممكن اقع من طولي، يعني يغمى عليا. تعالوا نقول ايه اللي بيحصل لنا. صح، استنوا بقى نفتح على الحلة قبل ما نفتح الحلة احسن شويه. المهم تكون البخار طلع الاول قبل ما تفتحي، عشان دي حته مهمه قوي. ايوه، عشان ان شاء الله ننفس عن نفسنا.